أغلبنا سمع عن فيلم الاعتراف الأخير. انتوا عارفين ان الفيلم ده طلع قصة حقيقية؟ تعالوا لما اقول لكم ايه اللي حصل. السينما المصرية خدت قصص وروايات حقيقية كتير وحبت ان هي تعمل منها افلام. القصة بتاعت الفيلم النهاردة كان حديث الشارع المصري في نهاية السبعينات، وعملت ضجة كبيرة جدا لجرأة الفكرة، وان القصة لفتاة بتعود للحياة مرة تانية عشان تعترف بحبها لأول مرة وعدم قدرتها على الاعتراف لما كانت عايشة. الفتاة دي رجعت من المقابر واعترفت بحبها لحبيبها. الفكرة مختلفة، والفيلم من أهم الأفلام الراحل نور الشريف ونيلي في فترة السبعينيات، وشارك في التمثيل صلاح السعدني ونبيل عبيد وأحمد بدير، والفيلم من إخراج